سيد الكردي المتحدث باسم شبكة شام، حدثنا عن الوضع الميداني وآخر التطورات من عندك في الحسكة. هل من اشتباكات دارت اليوم وأيضا على الحدود السورية التركية؟ نعم سيدتي الكريمة، الاشتباكات كانت في ريف الحسكة الجنوبي وبالضبط في بلدة الشداد التي هي الآن تحت نيران قذائف المدفعية وقذائف الهاون التي تقصف حتى هذه اللحظة مدينة الشداد تحت القصف وتحت الحصار بعد أن قام أبطال الجيش الحر بتحرير عدة سكنات عسكرية. ولكن الخبر الأبرز اليوم هو في محافظة الرقة بالقرب من محافظة الحسكة في بلدة سلوك. الطيران الحربي يمطر الآن البلدة بقذائف الصواريخ وبالصواريخ الطائرات الميج 23 والطائرات الهليكوبتر الآن تحوم في سماء بلدة سلوك وتقوم بقصفها وتدمر المركز الثقافي في المدينة. كما سقط جرحى وشهداء في القصف الجوي على ناحية سلوك في الرقة. وأيضا على الحدود التركية بوابة الأبيض مع الحدود التركية الجيش الحر حتى هذه اللحظة يحكم الحصار على عناصر النظام على البوابة، وتدور الآن اشتباكات سيدتي الكريمة. أنا أحدثك الآن والاشتباكات تدور بين الجيش الحر وكتائب الأسد. استخدم الجيش الحر فيها الصواريخ يدوية الصنع وأيضا استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأيضا انشق عناصر من الجيش النظامي داخل الأمانة الجمركية لبوابة الأبيض في المعبر الحدودي. تم تصفيتهم من الخلف من قبل عناصر الجيش النظامي قبل وصولهم إلى عناصر الجيش الحر. كما نزف إليكم نبأ استشهاد الشاب وليد السليم برصاص العصابات الأسدية متأثرا بجراحه التي أصيب به أمس. أما في محافظة الحسكة وفي مدينة القامشلي اليوم في الساعة 8 صباحا كان هناك انفجار هز المدينة. هذا الانفجار كان في مفرزة الأمن العسكري. الجيش الحر نفى أي تبني لهذه العملية. اتصلنا مع القادة الميدانيين للجيش الحر نفوا أي صلتهم بهذه العملية. نحن الآن مللنا من هذه الأفاعيل التي يقوم بها النظام وهذه المسرحيات التي يقوم بها النظام. يقوم بتفجير مفرزة الأمن العسكري، وهذا الشيء ليس بجديد على هذا النظام المستبد. أما بصورة سريعة حول أوضاع عين عيسى في الرقة، فمنذ قليل توجه رتل العسكري من اللواء 93 في المدينة مؤلف من 7 سيارات فيل محملة بالجنود والشبيحة مع مدفعين وعدد 5 سيارات عليها رشاشات دوشكا ورشاشات بيكيسي و3 سيارات جيب باتجاه مدينة الأبيض. سيد سلام، فيما يتعلق بالعودة إلى موضوع بوابة الأبيض الحدودية، ما زالت الاشتباكات دائرة. كيف هو الوضع الآن؟ ثمة أخبار تتحدث عن سيطرة كاملة للجيش الحر. لا سيدتي الكريمة، حتى هذه اللحظة الجيش الحر لم يسيطر على المعبر بالكامل، ولكنه الآن قبل قليل كانت الاشتباكات في محيط المعبر. الجيش الحر الآن داخل المعبر يقوم بالاشتباك داخل المعبر. هناك قتلى بعدد كبير في صفوف القوات الأسدية، ولكن الجيش الحر لم يسيطر حتى هذه اللحظة على المعبر بالكامل. هو الآن يتقدم شيئا فشيئا. قد تكون الساعات المقبلة هي يقوم الجيش الحر بإعلان سيطرته بالكامل. الجيش الحر مسيطر حتى هذه اللحظة على كل من سلوك والزيدي وأيضا تل أبيض، ولكن المعبر حتى هذه اللحظة ليس مسيطرا عليه. وأيضا تل أبيض والطبقة تتعرضان الآن لقصف عنيف من الطائرات ومن المدفعية الثقيلة. قبل قليل تحركت منذ نصف ساعة تحركت أرتال عسكرية باتجاه تل أبيض لمؤازرة كتائب الأسد. الجيش الحر استطاع أن يصد هذه التعزيزات وأن يوقفها قبل أن تصل إلى ناحية تل أبيض. الجيش الحر الآن محكم السيطرة تقريبا على ناحية تل أبيض بالكامل إلا المعبر. صباحا كانت الاشتباكات تدور في محيط المعبر. الجيش الحر الآن داخل المعبر يتقدم شيئا فشيئا. الآن الجيش الحر تخطى الأمانة الجمركية في المعبر. نعم، سنكون معك لأي جديد طبعا إلى مبنى الهجرة والجوازات. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. سيد سلام الكردي المتحدث باسم شبكة شام، كنت معي عبر الإنترنت مباشرة من الحسكة.